بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهارده حبايبي اول يوم اعمل محشي اهو بعد ما جيت من العمره. عندنا بقى بحمر البصل ومعايا الطماطم اهي جبتها وغليتها. هنبدا النهارده اول يوم بقى محشي ورق عنب اهو سلقته وبتنجان. ادي البتنجان والكوسه. اول يوم النهارده بعد العمره هنعمل محشي. شايفين انا بحمر البصله. طبعا انا عملت لكم المحشي قبل كده على القناه، بس انا بقول لكم ان انا النهارده اول يوم بعد العمره هعمل محشي وهعمل ملوخيه ان شاء الله. وانا كنت بسلم عليكم، يعني بقول لكم عقبالكم ان شاء الله، عقبال كل واحد يا رب نفسه يزور بيت الله الحرام يكتبها له، ان ايامها كانت جميله. ايام رمضان دي تحفه تحفه، ربنا يوعد كل مشتاق يا رب. ايامها جميله جميله جميله، يا رب ما يحرمش حد من الزياره. وكل سنه وانتم طيبين. طبعا انا هخلص المحشي وهوريه لكم. طبعا انتوا عارفين المحشي انا بعمله ازاي، قبل كده نزلته على القناه، بس انا حبيت اسلم عليكم اول يوم بقى اقف في المطبخ وكده بعد ما جيت. انا حطيت الطماطم اهي، طبعا دي كنت مفرزاها. انتوا عارفين بقى حاجه في الفريزر لما تكوني كده سافره وتيجي بالسلامه، حاجه دي بتسعفك طبعا اهي. ادي القاعده بتاعت ورق العنب يا حبايبي. زي ما انتم شايفين انا بحب احط كده بصل وطماطم وجزر وعصره ليمونه دي لورق العنب. ما انا بحط واعصر كمان ليمون على ورق العنب زي ما انتم شايفين. دي القاعده بتاعته. ادي يا حبايبي ورق العنب بعد ما خلصناه، وادي حله البتنجان والفلفل كمان. ادي يا حبايبي ورق العنب وادي البتنجان والفلفل، ونعمل الملوخيه بألف هنا وشفا. ادي الملوخيه كمان يا حبايبي خلصتها. شايفين جمالها، شايفين لونها الاخضر جميل ازاي. دي انا كنت مفرزاها. عارفين لونها اخضر كده من ايه؟ شعرايه بيكنج باودر صغيره بتحطيها في الشوربه، وانا بحط لها تومه خضرة كده نيه في الشوربه. شايفين جمالها. وكده خلصنا الاكل المحشي اهو زي ما انتم شايفين. المحشي بيغلي اهو. وادي المحشي استوى كرنب البتنجان والكوسه والفلفل وورق العنب، عشان اللي فاض من الصينيه التانية حطيته هنا في الحل. الف هنا وشفا. شايفين جمال الملوخيه، شايفينها خضرة ازاي وجميله. ودي كنت مفرزاها زي ما قلت لكم. هنا هنحط لها شعرايه بيكنج باودر صغيره في الشوربه عشان تدينا اللون الجميل ده. انا حاطه لها برده تومه نيه في الشوربه، ما عملتلهاش طش، برضو طعمها جميل. دي حبايبي المحشي بعد ما خلصته بألف هنا وشفا. كل سنه وانتم طيبين. زي ما قلت لكم ده اول حاجه اعملها بعد ما جيت من العمره. عايزاكم بقى تقولوا ايه رايكم في الاكل الجميل ده، وبألف هنا وشفا اللي هياكل منه. طبعا محشي وملوخيه بعد ما جيت من السعوديه، اول حاجه اعملها بألف هنا وشفا. ما تنسونيش في اللايك والشير، تعليقاتكم الجميله.